السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم حلو اقتصادي وسهل جدا. الولاد قاعدين في البيت وكل شويه يا ماما عايزين حاجه حلوه، والظروف الاقتصاديه بصراحه ما تسمحش تكلفه كل يوم حاجه حلوه. غاليه جدا. فعشان كده انا بقى جبت لكم الفكره السهله البسيطه دي، هتعملوها هتقعد عندك في التلاجة، وكمان تقدري تعمليها كل يوم بحاجه سهله وبسيطه ومتوفره في كل حته. منتج سهل جدا ورخيص جدا، موجود وتقدري تشتريه بسهولة من أي مكان. وبصراحة الطعم كان رائع وكانت كريمي وحلوة جدا. الحلو ده مش مكلف خالص، اقتصادي جدا. يلا بينا نشوف احنا عملناه بإيه، ونشوف المقادير البسيطة السهلة والطريقة الأسهل. أنا معايا حبيتين من الموز وكيس من التانج. أيوة أنا هعملها بالتانج ومش هيبان خالص والله. مش هيبان ان انت عاملاها بتانج، ولا حد هيعرف ان ده تانج اصلا. عايزه اقول لكم ان ده الكيس ابو 3 جنيه او ب 3 ونص، مش عارفه السعر يعني مظبوط. انا هجيب كده حله او كزرولة وهحط فيها لتر من الميه. هجيب كمان 4 معالق من السكر. طبعا تقدري تحلي براحتك، تزودي السكر او تقلليه براحتك خالص. دوبوا السكر قبل ما تحطوا كيس التانج كويس قوي في الميه. دوبناه في الميه. هحط كيس التانج، وزي ما قلت لكم ده كيس من ابو 3 جنيه، يعني مش الكيس الصغير خالص. هدوب التانج كده مع المية والسكر، دوبوه كويس جدا برضو. هجيب 4 معالق من النشا وهضيفهم على الخليط. بس كده تمام. هقلب النشا طبعا مع الخليط بتاعنا بمنتهى البساطة كده وسهولة خالص. قلبيه كويس جدا، مش عايزين اي كلاكيع ولا اي حاجة، احنا عايزين خليط يكون كريمي جدا. هرفعه بقى على النار، ومش هسيب التقليب ابدا، لانك انت لو سبتي التقليب طبعا دي نشا وهتكلكع منك. عشان كده هنفضل نقلب باستمرار. ابتدى يتقل، مش هياخد معاكي فعلا دقيقتين. حلو وسهل وبسيط، مش هتعمليه في اقل يعني 5 دقايق بالكتير. يعني هتخش المطبخ هتعمليه في 5 دقايق. وسهل واقتصادي وطعمه والله كان رائع. اهو ابتدى بقى يتقل. خلاص كده تقل ما شاء الله اهو. هو ده القوام اللي احنا عايزينه، كريمي جدا اهو زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى نروح نحضر الموز في البولات او الكاسات اللي احنا هنقدم فيها الحلو بتاعنا. هقطع الموز شرايح كده رفيعة. الموزتين دول هيعملوا لك عدد كبير من البولات. انا عملت من الخليط ده والكمية دي 7 بولات من نفس البولة دي. هرص كده الموز بتاعي في ارضية البولة. وخلي بالك رصي حاجتك كده عشان شكلها يبقى حلو. ممكن ما يبانش في الكاميرا قوي، بس انتي وانتي ماسكة الكاس كده بيبان الموز من تحت الخليط اللي احنا هنضيفه عليه، ويبقى شكله مرتب وشكله حلو جدا. ده الشكل كده. هعمل طبعا كل الكاسات كده، وهجيب الخليط بتاعي وهو سخن هضيفه على الموز. طبعا عندك حته كريمه عايزه تزيني الوش براحتك خالص. دي كلها حاجات زيادات. مثلا ممكن تحطي شريحه من الموز كده. بس لو حطيتي شريحه من الموز حطي على وشها شويه من نفس خليط المهلبيه اللي احنا عملناه ده، عشان خاطر الموزه ما تسودش ويبقى شكلها مش حلو معاكي. طبعا هندخله التلاجة، مش هيتاكل اقل، يعني هيقعد في التلاجة، مش هتطلعيه من التلاجة اقل من 3 4 ساعات. وده كان شكل الحلو بتاعنا. يا رب تكون وصفتي كانت سهلة وبسيطة وعجبتكم. ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من سفرة سماء.